السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهارده ان شاء الله معايا فكرة كده قمر. ايه رأيكم في النجمة الجميلة ديت؟ ديكور رمضان رائع، نزين بيه بيتنا، سهل وبسيط. كنا اشتريناه كان هيكلفنا كتير، طبعا انتوا عارفين كل حاجة دلوقتي غالية جدا، فمش هنشتري كمان ديكورات وندفع فيها فلوس، لا احنا ممكن نعملها بمنتهى السهولة من غير ما تكلفنا حاجة، وبرضه هتطلع جميلة جدا ونفرح بيها اولاد. ان شاء الله نعملها مع بعض النهارده. وبرضه الفانوس دوت انا كنت عاملاه، اللي حابب يعرف الطريقة هيلاقي الفيديو بتاعه على القناة. يلا مش عايزة اطول عليكم، بسم الله نبتدي الفيديو. قصيت نجمة من الكرتون وقصيت نجمة من الفوم جليتر ابيض، بس النجمة بتاعتي من الفوم اكبر من النجمة بتاعت الكرتون نص سم، وهلزقها النجمة الفوم ديت على النجمة الكرتون مسدس الشمع عادي خالص. ده شريط من الكرتون قصاه عرضه 5 سنتي، وهلفه بالطريقة دي كده على بعضه عشان لما يتكسر معايا كده ويلف معايا بسهولة ياخد الشكل النجمة وانا بلف. وهبتدي الزق الشريط دوت، والنص سنتي اللي انا سايباه في الفوم بحط عليه شمع مع الحرف بتاع الكرتون، وبلزق الشريط ده كده عليه عشان يبقى جامد معايا ويبقى الفينش بتاعنا في الاخر جميل. وهبتدي الف بالشريط دوت النجمة بتاعتي كلها احددها، هي هتلف معاكي على طول عشان التكسيره اللي احنا كسرناها الشريط دوت هتلف معاكي على طول تاخد اي شكل انت عايزاه. ولو ما عندكيش شريط كامل ممكن تقصي كذا شريط زي ما انا عامله كده، وتلحمي الحرف بتاع الشريط في الحرف بتاع الشريط بالشمع برضو هيلزق معاكي على طول، ما فيش مشكله. لحد ما احدد النجمه بتاعتي كلها بالشكل ده كده. وبعد كده هاجي عند الزوايا بتاعتي بتاعت النجمه واحط نقطه نقطه صغيره خالص ما تكونش باينه، بس انا هنا مبيناها عشان خاطر تبان معايا في التصوير، لكن انت مش محتاجه ان انت تبينيها كده، مجرد انها علامه صغيره ان انت تشوفيها. وهاجي بعد كده اخد من النقطه ديت للنقطه ديت اشوف هي كام سنتي، واروح واخده في النص نقطه تانية صغيره بينهم بالشكل ده كده. وهبتدي ان انا الف النجمه بتاعتي كلها بالنقط ديت بالعلامات. بعد ما لفتها ابتدي ان انا افتحها، هجيب اي قطر عندي كده واروح فاتحه العلامات اللي انا عملتها ديت بالقطر. لو انت ما عندكيش قطر انا جبت المقص اهوت ووريتك برضو ان انت ممكن تفتحيها بالمقص عادي. بعد ما فتحت الاخرام بتاعتي هروح قصه شريط من الفوم عرضه يكون 6.5 سنتي. الشريط اللي احنا عملناه تحت بالكرتون كان 5 سنتي، انا هزود سنتي ونص. هبتدي ان انا الزقه بالشكل ده كده، اخلي الحرف من النجمه من ورا على الحرف بتاع الفوم، لكن الزياده هخليها من قدام في النجمه بتاعتي عشان تديني حرف من قدام. وهبتدي ان انا امشي معاها احط الحرف بتاع الشريط بتاعي من ورا والزق، والزياده بتاعتي اخليها من قدام. لو انتي لسه متابعاني لحد دلوقتي ما تنسيش تحطي لايك. وهفضل ماشيه بالشريط بتاعي بتاع الفوم لحد ما اغطي النجمه بتاعتي كلها. بعد ما غطيت النجمه بتاعتي كلها، لو في اي فراغ بين الفوم والشريط بتاع النجمه من قدام بمسدس شمع كده واروح حاطه حته شمع بالراحه خالص واروح لازقاها، هتتلزق معايا بكل سهوله. كتبت رمضان كريم على ورقه مكراسه عاديه خالص، وبعد كده حطيت على فوم جليتر اسود، وهبتدي امشي عليها بالقطر ان انا اقطعها بنفس الشكل. جبتها من على النت عادي خالص من على التاب ورحت شفاها على ورقه الكراسه، وهبتدي ان انا امشي عليها كده بالقطر اقطعها في الفوق بالشكل ده كده. موضوع سهل خالص مفيهوش اي مشكله. لو انت اول مره بتشوفيني شرفني جدا ان انت تنضمي للجروب بتاعنا تبقي واحده من العيله بتاعتنا، فانزلي حطي لايك، متنسيش تشتركي في القناه. رسمتها خلاص على الفوم بتاعي، فيها حاجات لسه ماسكه ما فكتش كلها، فهبتدي بالقطر كده امشي واحده واحده معاها، واي حته ماسكه اروح فكاها، بس هي كرسمه خلاص اتطبعت على الفوم. بعد ما فرغتها خالص من الفوم هبتدي ان انا اجمعها على النجمه بتاعتي، احدد شكلها كده واحطها. انا هلزقها ازاي وهي محطوطه؟ هبتدي بمسدس الشمع احط نقطه واثبت كل قطعه كده لوحدها، وبعد كده احط الشمع على الكلمه نفسها، ما احطش على النجمه، انا بحط على الكلمه نفسها كده والزقها حته حته خالص عشان يبقى كلمه تبقى مظبوطه معايا وتطلع كل حاجه في مكانها زي ما انا عايزه. هفضل ماشيه معاها واحده واحده كده، موضوع سهل خالص ما فيهوش اي مشكله. كده لزقتها كلها بالشكل دوت. ابتدي اجيب قلم فلوماستر اسود وابتدي ان انا اعمل
شروط صغيرة كده. الشروط دي بعد كده هتبقى عاملة ظل معايا في الحرف بتاع النجمة اللي احنا مخلينه ده، هتديني ظل حلو جدا بعد كده لما اجي ان انا انور النجمة بتاعتي. شايفين شكله؟ هجيب اي فرع نور يكون عندي وهبتدي ان انا ادخل في الاخرام اللي انا عملتها ديت اللمض بتاعتي. ولو في حاجة من الخرم عايزة يوسع شوية ولا حاجة ممكن توسعي، مفيش مشكلة خالص. خلصت كده معايا النجمة وبقت شكلها جميل جدا وديكور حلو جدا. ولو كنت اشتريتها كانت هتكلفني كتير، انا كنت عملتها بطريقة سهلة قوي وبدون تكاليف خالص. يا رب تكون فكرتي النهاردة عجبتكم، وما تنسوش تشجعوني عشان اعمل لكم افكار تانية كتير ان شاء الله، وتكتبوا لي كده كومنت حلو زيكم. وما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلوا كل فيديوهاتي. كل سنة وانتم طيبين، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم.